السلام عليكم متتبعي قناة شفتي في الأوفياء. وكما هو مدون في العنوان ديال هذا البث المباشر أن مجموعة من الناس ما ملتزمينش بالكمامات، وهذه حقيقة ما خصناش نغفلوا عليها. فما كنقولوش كاملين، وإنما كنقولوا البعض وليس الجميع. فبالرغم اننا كنتواجدوا بكورنيش المدينه، المنطقه اللي تيجيو لها الناس من مختلف الاماكن، مختلف مناطق ديال المملكه المغربيه، الا ان الناس بطبيعه الحال كما كتشوفوا ما تيجيو لهذه المنطقه هذه، هم واضعين الكمامات ديالهم. للاسف الشديد كنشوفوا حتى النساء، ربما البنات ولا العيالات اللي كنشوفوهم اكثر التزاما في الاوقات السابقه ما بقاش يديروا الكمامات نهائيا. واش ما غاديش نساليو من هذا الفيروس نهائيا؟ هذا السؤال كنطرحه عليكم متتبعي قناه شوف تيفي، وانني كنعرفكم انه مجموعه من الناس اللي ملتزمه ولله الحمد بهذه المسائل ديال الكمامات الطبيه الى غير ذلك. ياسين البارحة كنا في برشلونة. فرنسا كان بطبيعة الحال مراسل قناة شوف تيفي في فرنسا، وشتي مجموعة من الناس اللي كذلك في بعض الدول اللي ما ملتزمينش. وهذا الشيء ماشي غير المشكل ديال الناظور ولا مشكل المغرب، راه كل شيء العالم كامل كتلقى اللي ملتزم، كاين اللي ملتزم، كاين اللي ما ملتزمش. فكنتمنى ان شاء الله اننا ما نشوفوش اصابات في مدينه الناظور. الحمد لله المدينه غاديه مزيان. فانتم كما كتشوفوا الناس بطبيعه الحال يعني تعيا ما تهضر، تعيا ما غادي دير، ولكن ما غاديش اللي في راسو شي حاجه راه في راسو صافي. اللي ما باغيش يدير الكمامه راه واخا يخلص 1000 درهم، واخا يخلص 2000 درهم، راه اللي في راسو صافي، ما بغاش يديرها اذا ما غاديش يبغي يديرها. فللاسف الشديد كتلقى بنادم بالكرافطه ديالو الكوستيم ديالو موظف ولا شي اطار ولا شي حاجه ما دايرش الكمامه ديالو غادي في الشارع، وتيقول لك علاش. راه الانسان التغيير تيبدا من حنايا، فللاسف الشديد الناس غاديين في الشوارع انتم كما كتشوفوا بدون كمامات. حتى تيشوف البوليسي ولا تيشوف شي حاجه عاد تينوض انه يدير المسائل ديالو، عاد تينوض انه يلتزم بالكمامه. فللاسف الشديد فعلى مستوى هذا الشارع ديال الحسن الثاني اللي كنتواجدوا فيه حاليا، مجموعه من الناس اللي كنلقاوهم ملتزمين. خويا السي مبزه، لو كنا عايشين في السويد ولا في المانيا نمشيو بداك التطبيق اللي قالوا ان الدوله ديالهم يعني ما فرضاتش عليهم انهم يديروا الكمامات. ولكن دابا راك عايش في المغرب والدوله المملكه المغربيه فارضه عليك الكمامه، فخصك ديرها اوبليغاتوار، فضروري خصك ديرها. فإلا بغيتي انك تمشي تعيش في دوله اخرى، سير اخويا عيش في ديك الدوله اخرى ان شاء الله ودير اللي بغيت، ما ديرش كمامه. اما من راك في المغرب حاليا كاين واحد وزاره الصحه وزاره الداخليه فرض عليك الكمامه، فضروري خصك ديرها سلامه لك وسلامه للمواطنين. فبطبيعه الحال ما ديرهاش في الدار، ما ديرهاش فاش تكون بوحدك شي سوخك، لكن من تدخل المحل
او منين تدخل للحانوت او منين تدخل لشي بلاصه، فكتولي كتشكل عليا خطر. فمن حقي انني نطالبك دير الكمامه، فمن حقي انني نطالب ومن حقي انني نبلغ عليك الشرطي ولا عاون السلطه ولا شي واحد، نقول له هذا السيد يشكل عليه خطوره، ما يديرش، ما يوقفش هنايا ولا شي حاجه بحال هكذاك. اذا هذه حقيقه خويا، فانت كتضر الناس قبل ما كتضر راسك انت. هذه حقيقه ما خصناش ننكروها، ما خصناش اننا نغفلوا عليها. مستمرين في هذه الجوله ديالنا المسائيه، وكندردشوا معكم متتبعي قناه جديده في هذا الموضوع ديال الكمامه. لا اخي محمد، ماشي غير الناظور، راه في المدن الكبار بحال كازا الرباط الا مشيتي لهم راه غادي تخلع، راه حتى واحد ما دايرها، حتى واحد ما ملتزم، حتى واحد ما شي حاجه. كاين واحد الاقليه قليله ديال الناس اللي ملتزمين. راه الناظور الحمد لله راه كتهضر مع بنادم تيدير الكمامه ديالو ولا شي حاجه. راه كاين شي بعض المدن اللي كدير معاهم الحرب، راه تبارك الله راه كل مدينه فيها 6 7 مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون، كي غادي دير لهم؟ ما يمكنش. اذا تيولي هنا الوعي بحال في اسبانيا. الا ما درتيش الكمامه في اسبانيا 250 الاورو او 200 الاورو، فخلصها ولا سير طلبها ولا دير اللي بغيت. والمغاربه كتلقاهم ملتزمين كاملين تما خايفين من 200 الاورو. هنا 100 300 درهم حتى واحد ما دايرها، الا واحد الفئه اللي هي قليله. فضروري خص شويه الغرامات وخص شويه العقوبات، عاد الانسان يتسكت. فهادشي اللي ولفناه بطبيعه الحال، هادشي اللي ولفناه. علاش كنمشيو لبلاد الناس كنلتزموا بالقوانين، وفاش كنوصلوا للمغرب ديالنا ما كنبغيش نلتزموا وكنمشيو في واحد الاتجاه اللي هو في شكل. فما فهمناش علاش. فاي تعليق بطبيعه الحال غادي يكون فيه سب ولا شي حاجه غيتبلوكا مولا نهائيا، وغيتحرم دائما من الفيديوهات تاع قناه شوف تيفي، ما غيتبعش نهائيا. فاذا كنا غادي نناقشوا بواحد الشكل اللي هو رائع. اذا كما كتشوفوا كنتواجدوا بكورنيش المدينه، بطبيعه الحال. كاين الناس اللي ما دايرينش، كاين الناس اللي دايرين، كاين الناس اللي كتسجل لهم مخالفه بحال هذا الشرطي. تحيه للاخوان الامن الوطني ديال مدينه الناظور فرقه الدراجين. فهذا الشرطي بطبيعه الحال وقف هذا الموتور هذا، اولا ما دايرش الكاسك، ثانيا ما دايرش الكمامه، فغالبا تكون عنده عقوبه وراه تيقيد له. تحيه للاخوان ديال الشرطه. فعلاش ملي كنمشيو لشي مدينه، ملي كندخلوا الناس الناظور، ملي كتدخل المليليه وكتلاقاه الكولور ديالو تيتبدل عليك، يعني بحال اللي كتقول هذا ماشي هو اللي كنت كتلقاه في الناظور. يحترم من الراجلين، داير الكمامه، لابس مزيان، محترم، تيدوز على النصراني تيقول له اولات كذا، تيدخل المحل يعني ما تيبدرش، تيدير هذاك الشيء غير بالقانون، تيبدل غير بالقانون، تيرجع الكسوه ديالو. فكتلقى هنا في الناظور كذلك يغوت، يدخل المحل الروينه، واش غنقول لك، في شكل ما يحترمش من الراجلين، ما يحترمش مجموعه من الامور. فللاسف الشديد متتبعي قناه شوف تيفي حنا هكذا دايرين، والحاجه الوحيده اللي كتصلح معنا هي القانون، تطبيق القانون. فهادشي اللي بغينا يطبق باش الامور تمشي بواحد الشكل اللي هو مزيان.
اللي تيقول لك فين الكمامات والناس راه ما كتطبقش القانون، خصكم تمشيو للكوميساريه تسولوا، من حقكم تسولوا شحال من واحد خلص الغرامه منذ بدايه هذه الاجباريه ديال الكمامه والبروسي. غادي يقول لكم الالاف الالاف والالاف، فما غاديش تلاقاو معهم، ولكن اخوان دايرين المسائل ديالهم ودايرين الخدمه ديالهم. في اسبانيا 100 اورو المره الاولى شدوك، في الثانيه 300 اورو، المره الثالثه 3000 الاورو. ايوا 3 المليون اخويا المره الثالثه. هنا انا قلت له 3 مليون ولا مليون فرانك، عرفتي غادي ينقص لك 5 ايطاج. فارجوكم اخواني نكونوا مغاربه فين ما مشينا، ما نكونوش مغاربه غير فين فاش اسبانيا ولا فرنسا ولا شي حاجه نلتزموا، وفاش نولوا للبلاد نبقاو عشوائيين الى غير ذلك. فهذا الشيء اللي راه واقع. مجموعه من الشباب اللي هنا تيعلق حنا بغينا نمشيو نعيشوا برا، نعيشوا كذا. نعم حقك اخويا، عيش فين ما بغيت، ولكن التزم. اللي ما ملتزمش في بلادو جامي يلتزم في بلاصه اخرى. اللي ما ملتزمش في بلادو جامي يلتزم في بلاد اخرى. وانتم راكم شفتوا الواقع نتاع المانيا ولا غير ذلك، راه كتلقى فيها غير الشباب المغاربه، كريساج الى غير ذلك، في هولندا الى غير ذلك. فمجموعه من الاشياء كتلقى دوك الشباب اللي هنايا بهذه العقليه اللي عند بعض الناس هي تياخذوها معاهم لهولندا ولا بلجيك، فما تطولوش 6 شهور 7 شهور تيبان لك روحو داروا الترونسفير ديالو من محمد الخامس لكازا. فاللي غادي يحترم بلادو الاول، عاد يحترم بلاد الناس. من حقك اخويا تهاجر، من حقك تبدل البلاد، من حقك تمشي فين ما بغيتي، ولكن اخويا احترم. كما ما كتحترمش هنايا راه حتى لهي ما غاديش تحترم. والنموذج راه شفناهم كي عايشين تما، وشفنا مجموعه من الامور. فما غاديش نهضروا بزاف في هذا الموضوع هذا، ديال دوك الشباب اللي بنفس الافكار هزوهم معاهم اوروبا. ما غاديش نقول لكم كي عايشين تما، ما غاديش نقول لكم بلا عنده 10 سنين تما ومازال ما دار والو، مازال باقي عاد في نفس الوضعيه ديال التسول الى غير ذلك. فما نهضروش في هذا الموضوع، اللي هضرنا بزاف في هذا الموضوع غادي نوصلوا شي حوايج اللي صافي. اعطيتك الطريق وانت ملهي في الواتساب. خويا اكديموني هضر على راسك. حنا كنشوفوا الناس في بلجيك، في بروكسل، في مولمبيك، في مارساي، في برشلونه، في المدينه نتاع بيك. فبحال راك عايش في شي حي شعبي. الا مشيتي لبرشلونه للبيك والناس في برشلونه غادي يشهدوا بهذا الشيء. فكاين الناس محترمين عايشين تما، وكاين الناس اللي لا حول ولا قوه الا بالله. ف كذلك فرانكفورت، دوزلدورف، كاين مجموعه من الاماكن اللي بؤر سوداء. كولن كذلك كنعرفوا بزاف المناطق تما، وما تخليناش نزيدو نهضروا عاد بزاف، خلي عيبنا يبقى بيناتنا خويا. اذا الالتزام طبعا الحال كاين بلاصه اللي فيها الالتزام الناس ملتزمين، وكاين الناس اللي ما ملتزمينش، وهذا الشيء في العالم كامل. انا ما كنقولكمش غير الناظور ولا المغرب ولا شي حاجه. ف نتمناو ان شاء الله نتجاوزوا هذه المرحله. حتى ما بغيناش نبقاو في هذه المرحله تاع كوفيد. بغينا كل واحد يبقى على راسو، كل واحد يرجع للخدمه ديالو، كل واحد يدير. اخويا اكدي ماشي غير في ليج، حتى في مولمبيك، في اونفيرس كذا كاين بعض المحلات اللي كريساج تما نيشان كريساج. تخرج انت وولدك داو شي حاجه، التليفون ما يوليلوش ولا شي حاجه. اكديم راه كنعرفو مزيان، راه حنا ولاد الناظور. بقى شي ستة النافاس كلشي ما يدوق علينا. بقى نهرب هذاك السيستم ما ديرناش الحاجه. نسن كلشي من يتوقع عند اوروبا نهرب هذا الشنيخ. يوذا طاح السانيتات، طاح نفس العقليه، طاوض ديني طاق واحد ديريكتوم. انا كنعرفوا ناس مشاو من هنا بنفس العقليه، بنفس الافكار، نفس العشوائيه. فما طولوش تما، روحوا ولا المصير ديالهم تيكون حدا المخبزات، وحدا الريستورات تما. راك عارف نفس اللي كانوا تيديروا حتى لهيه. فكنتمناو الالتزام. حنا هادشي كلشي كنهضروا عليه. علاش وصلنا لهذا الموضوع هذا اخويا ابتيم؟ حنا كنهضروا على الالتزام. راه فقط الدوله ما قالتلكش اعطيني الفلوس ولا شي حاجه، قالت لك دير غير الكمامه وخرج اخويا. الكمامه وخرج، الكمامه واحد شهرين ولا شهر ومن تما خرج اخويا.
في الاول شكون اللي قال لك دير الكمامه؟ شكون اللي كان قال لك دير شي حاجه؟ حتى واحد ما قال لك دير شي حاجه. بني سيدال في المانيا خيروهم بين الكمامه ولا بلا كمامه، ولكن كتدخل لبعض المحلات بحال ليدال وكتدخل لبعض المناطق تما راه حنا كنشوفوا كل نهار اخويا شنو تيوقع تما، وراه عندنا الاصدقاء ديالنا تما وعندنا العائلات ديالنا وعندنا كلشي. فما يمكنش تدخل ليدل ولا تدخل شي منطقه بلا كمامه، وكنتحداك الا غادي تدخل ليدل وغادي تدخل بلا كمامه ولا تدخل شي سنترو كوميرسيال ولا شي حاجه تدخل بلا كمامه. كنتحداك انا في الزنقه داكشي سوقك نتايا راسك، ولكن تدخل شي سنترو انا كنتحداك انك تدخل بلا كمامه في المانيا. فباش ما نمروش المغالطات ونقولوا للناس راه حنا المانيا ما كنديروش الكمامه ولا شي حاجه، فالمراكز الكبيره في المانيا كتشرط عليك الكمامه، ما درتيهاش تيعيطوا للبوليسي، او الا جا بوليسي راك عارف بلا ما نوصيك ما هي ما نونوها. لا خويا كورونا ما الاخر الكمامه ما كديش للحبس المغرب اخويا، ما كاينش اعتقالات اخويا، ما كاينش اعتقالات اخويا، كتخلص الغرامات ديالك وصافي. لا خويا في القهوه شكون قال لك دير قهوه الكمامه؟ لا في المغرب ما كاينش بالاخر، في المغرب لا خويا شكون قالها لك؟ لي ريستو والمقاهي ما ديرش كمامه، راك جالس بوحدك في الطابله ديالك بوحدك بعيد على بنادم. بلا ما نمروا المغالطات، المملكه المغربيه ما شارطاش نهائيا انك في القهوه دير الكمامه او في الريستورون دير الكمامه، فراه ما يمكنش، باش نكونوا واقعيين. حليم الاحلام هولندا الكمامه مجبره غير في الطوبيس والقطار. وشنو الفرق بينها وبين برا؟ الا كنت غادي ديرها في الطوبيس ويكونوا الناس وتمشي في شي بلاصه فيها الزحام وما ديرهاش، اذا كتناقض مع راسك اخويا، اما ديرها نيشان ولا حيدها نيشان، فهذا تناقض. كذلك الحكومه ديال فرنسا اللي قالت لهم اللي عنده 11 عام ما يديرش الكمامه، واللي عنده 12 عام ما يديرش الكمامه. اذا كورونا كتقيس غير الناس ديال 12 عام، ما كتقيش الناس ديال 11 عام ديال 9 سنين ديال 8 سنين. والسيده عيطت لي من باري في البرنامج اللي كنت درتو هذه 3 ايام ولا 4 ايام، وكلشي الناس راه سمعوه. قالت لي اخويا انا وراجلي وبنتي وولدي الصغير تقاسينا بكورونا، 14 يوم ما خرجناش ودرنا المسائل ديالنا والحمد لله حنا مزيانين دابا. ولدها في عمره 3 سنين وبنتها في عمرها 6 سنين، كلشي قاسهم كورونا. وتجي اليوم الحكومه الفرنسيه تقول لك انه اللي في عمره 11 عام ما يديرهاش، اللي في عمره 12 عام يديرها. فجاوبوني على هذا السؤال الاخوان، الله يرضي عليكم. خويا مام اصدور متفق معك، كاين تاخر في العديد من المجالات، لكن ما نحاولوش اننا نقولوا حنايا في اوروبا وحنايا هنايا وكذا، راه تقريبا نفس المشاكل نفس الاخر، ما كاين لا لقاح لا حتى شي حاجه حاليا. فبالرغم من الصحه والتطور ديال الاطباء تما مجموعه من الاشياء، لكن هذا الفيروس حير العلماء وحاليا ما كاين حتى شي حاجه. إذن شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله والى اللقاء. كنتمنى اننا دائما نلتزموا بالكمامات، حنا كنعطيو هذه النماذج بين اوروبا وبين المغرب هنايا باش ما نحاولوش نمروا المغالطات وما نشجعوش الناس انهم ما يديروش كمامات. دمتم في رعاية الله وحفظ الله المملكة المغربية، الى اللقاء.